دلوقتي انا داخل ازور المكان ده. المتحف ده جواه اكبر حوض سمك في العالم. انا داخل ممرات جوه المتحف ده زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين الوحش اللي قدامي ده؟ الموضوع مرعب. يا سبحان الخالق، هتلاقوا ملامح وش زي بني ادم بيبتسم لك. هنا انا ماشي على سير من قاع البحر الابيض المتوسط. انا حاسس ان انا فعلا في قلب البحر. وده قرش، ده قرش ده. شايفين الحوت ده؟ يا نهار اسود. بصوا ده هنا بقى يمين وشمال سمك. وادي تعابين اهي. في مصر انا فاكر ان التعبان ده كانوا بيسموه قرموط في الترعه. ذكاء، ناس عارفه تسوق لنفسها صح بصراحه. يعني اسبانيا دلوقتي تتشجع مش في الكوره بس، لا دي تتشجع في الكوره وفي اللي بيعملوه ده بصراحه شغل جامد. الاكواريوم برشلونه فيه اكبر حوض سمك في العالم. يلا بينا يلا بينا. احلى صباح لاحلى متابعين في الدنيا. موضوع جديد النهارده انا نازل اصوره في اسبانيا برشلونه. كنت بفكر فيه من اول ما كنت في الدنمارك، والنهارده نفذت وهعمل كل اللي كنت بفكر فيه. دلوقتي انا داخل ازور المكان ده، الاكواريوم برشلونه. المكان ده هدخل جواه في اكبر حوض سمك في العالم، وهدخل جوه حوض السمك ده. ازاي حوض سمك وهدخل جواه؟ ده الموضوع اللي احنا هنعرفه النهارده. يلا بينا نستكشف القصه دي. يعتبر البحر الأبيض المتوسط منطقة لها أهمية كبيرة جدا في التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياحة، وهتلاقوا مدن جميلة ساحلية كتير على طول شواطئ البحر المتوسط، من ضمنها مدينة برشلونة الأسبانية. المتحف ده جواه اكبر حوض سمك في العالم، والمفروض ان ده في ممر واحنا نازلين الممر ده، وهبقى جوه حوض السمك ده وبشوف جميع انواع اسماك القرش، اسماك العاديه والغير عاديه اللي موجوده في البحر الابيض المتوسط. وده بسبب ان اسبانيا موجوده على البحر الابيض المتوسط. بتقع برشلونة على الساحل الشمالي الشرقي لأسبانيا، وبكده بتطل على البحر الأبيض المتوسط، وهي تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في العالم. انا داخل ممرات جوه المتحف ده زي ما انتم شايفين كده اهو، تديك الاحساس بان انت ماشي جوه شعب مرجانيه. بيلعب البحر الأبيض المتوسط دور مهم جدا في حياة السكان المحليين في برشلونة، وده بسبب إنه بيوفر ليهم مصدر غني بالأسماك والحياة البحرية، وطبعا رياضات مائية وأنشطة ترفيهية كتير مختلفة. وبسبب ده كان أمر طبيعي جدا إنهم يبنوا مكان جميل زي اللي احنا فيه دلوقتي، وهو أكواريوم برشلونة. تم افتتاح المكان الجميل ده سنة 1995 عشان يضم 35 حوض مائي لأكتر من 11,000 حيوان بيتمثلوا في 451 نوع. شايفين الوحش اللي قدامي ده؟ ده في الفيديو حاجة وفي الطبيعة حاجة تانية خالص. أنا عايز أقول لكم سنانه بخواشيمه بسلطاته ببابا غنوجه، الموضوع مرعب. الغرض الأساسي واللي أنا عشانه صورت المكان ده هو إن أنا أوريكم قدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون وخلق كل الكائنات الحية، وخصوصا اللي عايشة في البحر. يا سبحان الخالق، أقسم بالله يا سبحان الخالق في اللي هوريه لكم دلوقتي ده. هتلاقوا ملامح وش زي بني آدم بيبتسم لك. بيعتبر حوض أسماك برشلونة أحد أكبر وأغنى مجموعات الحياة البحرية في أوروبا كلها، وعشان كده بيزور المكان ده أكتر من 2 مليون زاير سنوياً، وبكده بيمثل المكان ده رابع أشهر مكان سياحي في برشلونة، وده طبعاً بعد ساجرادا فاميليا والكامب نو. وطبعاً صورنا استكشاف عظيم في الكامب نو تقدروا تتفرجوا عليه في قناتي على اليوتيوب، وهو ممكن يظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة فوق. وهنا اللحظة المرتقبة، لحظة دخول أكبر حوض سمك في العالم. هنا أنا ماشي على سير من قاع البحر الأبيض المتوسط. أنا حاسس إن أنا فعلا في قلب البحر. يا سبحان الله، كل الناس اللي ورايا دي واقفين على نفس السير، وفي كل حتة وكل مكان بتلاقوا زي لوحة كده اهو صغيرة بتقول لكم أنواع السمك اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. وده قرش، ده قرش ده.
طول حياتي كنت بخاف من القروش، بسمع عنها بس في الافلام. النهارده انا عايب معاها. هتلاقوا جوه أسماك قرش وأسماك كبيرة جدا، ممكن يوصل قطر السمكة الواحدة ل 36 متر أو طول 118 قدم. شايفين الحوت ده؟ يا نهار اسود، ما تفتكروش ان حجمه صغير، ده كبير قوي. تقريبا في ممر تاني هنروح ونستكشفه ونبص عليه سوا. جوه كل حوض موجود فيه اللوحة دي، ودي بتشرح لك نوع السمك، حجمها، وزنها، معظم التفاصيل بتاعة الحوض. طول حياتي ما بحبش اللون البنفسجي، والله النهارده حبيت اللون ده بسبب السمكة دي. شايفين لونها عامل ازاي؟ سبحان الله، يعني بجد سبحان الله. بخصوص حوض السمك ده، في سمك انا فاكره وانا عيل صغير كده، كان ابويا دايما يحب يجيب حوض سمك ويربي فيه سمك، وكان في بعض السمك كده انا حاسه كان شبهه. ابويا كان دايما لما السمك ده يبيض، مش يبيض يعني يطلع سمك من، هو كان دايما يطلع سمك من بقه. كان اليوم ده انا عايز اقول لكم يعني بتبقى فرحه لابويا ما بعدها فرحه، ويجي يصحينا ويقول لنا السمك جاب سمك. السمك، حتى الناس هي قدامنا بتضحك اهي، الناس ما تعرفناش قدامنا بيضحكوا، تمام. وكان يجي يقول لنا بقى عندنا دلوقتي 20 سمكه، بقى عندنا 30 سمكه. كان السمك والطيور ده بقى انا فاكر القصه دي، كان يوم ما تفقس بيضه كان ابويا يجي يصحيني من الساعه 6 الصبح، اصحى العصافير باضت. وانا بمسي عليك ابويا من اسبانيا، نهارك زي الفل. يا ريت يا جماعه كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يدعي لابويا، هو راجل طيب وجميل وخلاني اوصل للي انا فيه ده. كلاكيت تاني مره في تاني ممر في قاع البحر الابيض المتوسط. بصوا ده هنا بقى يمين وشمال سمك. أما بالنسبة للنفق الموجود في أكواريوم برشلونة، فهو طوله 80 متر تحت سطح المية، وفي نفس الوقت بيحتوي على 980 ألف جالون أمريكي من المية عشان يتم امتلاؤه. يعني اسبانيا دلوقتي تتشجع مش في الكورة بس، لا دي تتشجع في الكورة وفي اللي بيعملوه ده، بصراحة شغل جامد. وادي تعابين اهي. في مصر انا فاكر ان التعبان ده كانوا بيسموه قرموط في الترعه. كانوا دايما يقول لك انا قفشت قرموط. انا مزبهل بصراحه، كان نفسي ادخل حاجه غريبه ومختلفه وجديده كده اهو، وفعلا نفذت النهارده. دي بتتامل تقريبا، يعني السمكه دي كده بتتامل. التعبان ده مش عايز يسيبنا على فكره. ده قرش اهو ماشي يهزر. طبعا ده هتلاقيه بقى ايه، كل يوم بيحط له 30 40 سمكه يهزر معاه. Señores visitantes, de aquí en 20 minutos la autoridad de salud tendrá que abrirse los instalaciones. تقريبا هما بيطردونا لان انا قاعد هنا بقالي كتير عشان اصور، وهي بتقول دلوقتي ان الموضوع خلاص خلص كده بيقفلوا. ده محل لبيع الهدايا اللي اشكالها يعني على هيئة سمك. دايما في اي متحف او اي مكان هتزوروه في اي دولة اوروبية، عشان يكسبوا منكم بعد ما تتفرجوا على المتحف ينزلوكم المخرج على محل عشان خاطر تشتري حاجة وانت ماشي كسوفونير او كهدية. ذكاء، ناس عارفة تسوق لنفسها صح بصراحة. هنا ده بقى انا اكيد مش هجيب انا دباديب وحاجات، يعني بالاخص ان انا راجل جاي حلواني لوحدي، فمش هجيب حاجة لحد يعني. المكان بيقفل، انا دخلت من بدري قوي. يا جماعه اعملوا لايك، سبسكرايب، دعموني، اشتركوا في القناه، اكتبوا كومنت. التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه، دي مش هتحصل بسهوله، بس معاكم وبيكم ان شاء الله هنعملها. ولما يبقى عندنا 1,000,000 مشترك هعلمكم بيزنس اونلاين قوي حقيقي محترم تكسبوا منه يلففكم العالم كله، وان شاء الله تدعوا لي وربنا يكرمكم ويكرمني. وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم.